السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تطوير الذات والارتقاء بها. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. موضوع الفيديو الخاص بهذا اليوم هو أسرار ومفاتيح التفوق والنجاح الدراسي في المدرسة والجامعة التي أخفوها عنك حتى لا تتفوق عنهم في الدراسة. سأقدم لكم 8 خطوات ستحقق لكم أعلى الدرجات. الخطوة الأولى: وضع هدف النجاح أمام عينيك والاجتهاد في تحقيقه. ستحتاج هنا إلى التفكير بشأن لماذا تدرس، مثلاً الرغبة في التحصيل العلمي، أو تدرس من أجل أمك وأبيك لأن نجاحك سبب في شعورهما بالسعادة، أو تدرس من أجل مجتمعك لأن المجتمع يحتاج إلى المتفوقين والناجحين. الخطوة الثانية: تنظيم الوقت واستثماره بالشكل الأمثل والاهتمام بأداء الواجبات المنزلية. فكي تحقق التفوق والنجاح، الدراسة بطريقة عشوائية لن توصلك للنجاح، ولذلك يجب أن تنظم وقتك حتى تستثمر كل دقيقة به. الخطوة الثالثة: وضع إطار زمني لدراسة كل مادة والالتزام الكامل بوقتها المحدد. يعني حدد أوقات الدراسة، وضع إطاراً زمني لدراسة كل مادة، فهذا التنظيم سيمنعك من التأجيل والتسويف وسيزيد من تركيزك، وستتمكن بفضل الله من تحقيق النجاح. الخطوة الرابعة: تجنب التسويف في مذاكرة الدروس ومتابعتها، واحرص دائماً على المواظبة على الدراسة بصفة مستمرة. الخطوة الخامسة: من شروط النجاح في الدراسة وضع جدول للمذاكرة منذ اليوم الأول لبداية الدراسة. جدول الدراسة هذا يكون خاص بك، يساعدك على أن تصبح أكثر تنظيماً وتخطيطاً، فذلك يساعد على الاحتفاظ بالمواد بشكل أفضل، وكذلك يساعدك على البقاء متحمس أثناء الدراسة. فمثلاً احرص على دراسة المواد الحفظية في ساعات الصباح الباكر، ودراسة المواد العلمية في ساعات النهار الأخرى، ودرس المواد الصعبة أولاً ثم السهلة لتجنب الملل. الخطوة السادسة: احرص على تجديد النشاط من خلال أخذ استراحة مناسبة. الخطوة السابعة: احرص على مذاكرة الدروس والمواضيع قبل شرحها والتركيز أثناء الشرح. الخطوة الثامنة: احرص على مرافقة الرفقاء الصالحين والمحبين للعلم والدراسة. اعلموا جيداً أن التفوق الدراسي عمل وجد وتضحية وصبر، ومن منح طموحه صبراً وعملاً وجداً حصد نجاحاً وثماراً. فاعمل واجتهد وابذل الجهد لتحقيق النجاح والطموح والهدف، فمن جد وجد ومن زرع حصد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكون الفيديو مفيدا لكم. وطبعا إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وترك تعليق جميل. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.